فهداك اليوم اجى المساعد وطلب انه ينزلوا شي 15 شاب يجيبوا، وكانت الدنيا صيف والممر عنا نحن بنوصل ونضيف فبنمشي حفات. فلما طلب بسرعة ركضنا شي 15 واحد ونزلنا إلى خارج حرم، خارج بناء السجن، يعني إلى قسم الحديقة. وقسم الحديقة وأنا بتكلم لك الساعة 7 صباحا، التراب بيكون هيك مخالط الندى ويعني رطب. فخطينا خطوات في الحديقة لبين ما وصلنا للسيارة اللي فيها البراميل تبع الطعام. فالكل انتبه، أو بالأحرى الكل أصابه قشعريرة. يعني هذا الملمس كان لنا بالسجن تقريبا 12 سنة. 12 سنة في تدمر في إسمنت وإسفلت، وبصيدناها في بلاط صخ حجري. يعني هذا الملمس الناعم اللي لمسته بواطن أقدامنا من 12 سنة نحن ما زقناه ولا تذكرناه أصلا. يا مرحبا فيك أبو سلام. أهلا وسهلا. يمكن صار وقت نقول الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بعد سنوات الاعتقال القاسية، وبعد 27 سنة تقريبا كتبت ناجٍ من المقصلة، سجلت ذكرياتك ومذكراتك في سجن تدمر الرهيب. نعم. هل أزحت الصخرة عن صدرك؟ يعني الحقيقة الكتابة أو تفريغ الذاكرة في كتاب لها دور كبير. ممكن أكون بدأت بهذا المشوار الطويل من وقت ما خرجت من السجن. يعني في الأسابيع الأولى كنت أتحدث بكثرة عن تفاصيل الحياة السجنية، وإلى هذا اليوم الحقيقة يعني يندر أن يمر موقف إلا وتحضرني مقارنة فيما يوازيه وجودا أو حرمانا في عالم السجن. وبعتقد أنه هذا كان له تأثير كبير جدا في أن أتخلص من الآثار الكارثية التي تعتري السجين. الكتابة والكلام كنوع من التشافي. بالضبط. أنا حتى أقدمك للمستمع وللمشاهد. أنت سجنت في عام 1980 ودخلت إلى سجن تدمر وقضيت فيه 8 سنوات. نعم. ثم خرجت منه إلى سجن صيدناية وخرجت في 1993. صحيح. كان ذلك على خلفية مشاركتك مع أصدقائك في المدرسة، وكان عمرك 17 سنة، مجلة النذير اللي كانت تنشرها الطليعة المقاتلة في ذلك الوقت. نعم. من عام 1993 إلى الآن كنت تتحدث، لكن ما الذي جعلك تكتب؟ هل كان هناك شرارة معينة أشعلت هذا الحطب من الذكريات؟ الحقيقة يعني هاجس الكتابة فيني أنا أحيل 10 سنوات على الأقل. لكن دائما كنت أتهيب الشروع في الكتابة لإحساسي أنه يعني ستتناول الجروح في النفس بطريقة مختلفة تماما عن الحديث. أثناء الحديث في الغالب يعني حسب طبيعتي الشخصية يمكن أتناوله بطريقة ساخرة. والمقارنة الحقيقة الحادة بين عالم تدمر وعالم الحياة اللي بنعيشه يعني مثيرة للسخرية الحقيقة، قد ما فيها مفارقات إنسانية حادة. كوميديا، بس كوميديا سوداء. بالضبط. لكن هذه السخرية تجعل التناول يعني أريح. أما الكتابة الحقيقة فيها عناء، واللي جرى معي فعلا أثناء الكتابة أنه أنا كان ينتابني موجات من الحزن والبكاء أحيانا لا أستطيع مقاومته. يعني أنت منفرد مع ذكرياتك. أنا منفرد في حجرتي عم بكتب التفاصيل الوقائع اللي مريت معنا. بالضبط. لكن كنت تشعر بأنه هذه النسخة الأخيرة من الذكريات والنسخة الأخيرة من كل المشاعر. للأمانة صديقي وائل هيك خبرني، قال لي بعد ما تكتب جزء من هذه الذكريات لن تعد تتذكرها، خلاص كأنه نقلت من مكتبي إلى مكتبي. لكن الحقيقة هذا لم يحدث معي. حتى الآن أتحدث عن نفس الوقائع اللي ذكرتها في الكتاب واللي عشتها في تدمر بنفس الطريقة القديمة. يعني أحيانا يمكن أن أتذكر أثناء السرد أنه هي ذكرتها في كتابي. نعم. أحيل إلى الكتاب،
نعم. هل تذكرت أشياء لم تكن تعرف أنك تتذكرها في أثناء الكتابة؟ يعني هل استدعت ذكريات من أماكن مظلمة في داخل عقلك؟ خليني أحكيك عن نقطتين. النقطة الأولى، نحن في السجن في صيدنايا كان متاح لنا شوية ورق وأقلام ونكتب، والتجربة العملية علمتنا أنه في شيء نحن سميناه في السجن الذاكرة القلمية. يعني أنت تشرح في الكتابة مثلا حول موضوع معين، وتتوهم أنك ستكتب صفحة أو صفحتين، وتفاجأ أن القلم يبدأ يسيل ويستدعي إليه من أغوار الذاكرة وقائع لم تكن تحسب أنك ستتذكرها أصلا، وبتقوم أن تكتب 15 صفحة. هذا حصل معي مرات مثلا مع غيري من الأصدقاء. فحتما أثناء الشروع بالكتابة هناك جرار من الزوايا المعتمة في الذاكرة تتفتح بشكل لا إرادي. الحكايات تستدعي بعضها. عن القصص، من أيام صديق لي في كندا بيقول لي إنه أنا قرأت كتابك، لكن في حادثتين 3 أنا سمعانهم ما نذكرهم في الكتاب. في ملايين الحوادث الحقيقة تجري في حياة سنوات السجن من آلاف السجناء لا يمكن تذكرها. إلى الآن أتذكر وقائع مهمة وأدون رؤوس أقلام حتى أذكر كاستطراد في الكتاب الثاني الذي ستفرده لسجن صيدنايا وما بعده. نعم. قلت لي من 10 سنوات بدأ هاجس الكتاب يطل الكتابة يطل إلى النقطة. هذا له علاقة باندلاع الثورة بالأساس. صحيح، لأن الحقيقة الكتابة داخل سوريا أمر غير ممكن. حتى تخيله غير ممكن، لأنه هو جريمة تفضي إلى الموت يعني. وكل اللي كتبوا الحقيقة في الشأن السجن السوري كتبوا وهم خارج سوريا. يعني أولا مثلا الشاب الأردني محمد سليم حمادي، نعم، لم يكتب حتى كان في الأردن أو في أمريكا. هذا أيضا كان في تدمر. هذا أول كتاب سجن تدمر شاهد ومشهود. هبة دباغ كتبت وهي خارج سوريا. مصطفى خليفة كتب وهو خارج سوريا. نعم. كل اللي كتبوا لا يمكن في المناخ حكم الأسد أنه إنسان يكتب عن السجن، أن يتحدث عن السجن أصلا هي مغامرة. هلأ شرعت في كتابة صفحات قليلة، وتأتي الوقائع والأحداث اليومية بترجع بتحيلك للكسل وبتلبي جانب التخوف. لكن اللي حصل أنه صديقي أبو تركي من فترة قليلة، يعني قبل بدء الكورونا بأيام، نعم، أهداني كتاب قوافل الإعدام لكاتب إيراني اسمه برويز قمري. الحقيقة هو كاتب علماني ويكتب عن 3 سنوات ونصف أمضاها في سجون آيات الله. تتخيل لو أنت مقبل على الكتاب أنك ستدخل في زواريب وأنفاق مظلمة مليئة بالدبق والدماء بعد 280 صفحة، باستثناء حوادث الإعدام المتكررة التي تقع والتي لا نعدها شيئا. نحن معتقلي تدمر، الإعدام لا نعده شيئا من التعذيب، تعده شيء من الخلاص. تفاجأ أن الكتاب ينتهي ولا يستخدم أكثر من عبارة فصفعني أو فركلني. حتى عبارة فانهال علي صفعا لا يستخدمها. يعني أنا أتخيل بعد ما قرأت الكتاب تخيلت كأنه أقرأ عن سجن في فرنسا مثلا. نعم. مش عن سجن في إيران اللي نحن بنعرف مستوى التوحش والإجرام اللي فيها. فاستفزني هذا العمل الحقيقة، ويعني أنهيت قراءته وبدأت برشق الذاكرة على صفحات الكمبيوتر ولم أتوقف حتى انتهيت منه في 4 أشهر تقريبا أو أقل. نعم. لكن أنت مؤخرا ما بعرف مع الكتابة وربما قبلها يتزايد اهتمامك بالسجن، بعالم السجن، بأدبه، بمذكراته، بعلومه إن كان له علوم بكل وخلينا ناخذ من هي المقارنة مدخل للتفكير بموقع السجن كمنظومة عقاب جوات هذا النظام الأسدي المجرم. يعني أنت لا شك اطلعت على تجارب مختلفة من أمريكا اللاتينية للسوفيت للنازيين. نعم. وين بتموقع السجن في سوريا الأسد؟ المعتقل، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن مكة فنقول مكة هي الكعبة والحرم. نعم. وأشياء أخرى حولها، فالسجن يشكل الحرم في أدوات النظام السوري للحكم. صنع منه حافظ الأسد عبر تاريخ طويل وتاريخ مسرف في إجرامه ومتقن في تسريب معلوماته لتدخل الذاكرة السورية عامة
بتسلل هادئ ورصين، جعل منه إله من الرعب يجثم على صدور السوريين وغير السوريين أيضا. يعني الشعب اللبناني مليء بالرعب من النظام السوري على سبيل المثال، لكن لا يوجد بيت سوري يخلو من الخوف والرعب الساكن في النفوس. وكل شخص فينا عنده عشرات الشواهد القريبة من الجوار والأصدقاء والأقرباء بيقول انتبهوا، فلان قرأ جريدة ودخل 15 سنة على السجن، فلان حكى كلمة راح فيها أعدام، فلان فصنع منظومة من الرعب وبها حكم حافظ الأسد. بقدر أسألك سؤال أتاني الآن من لا مكان. لحظة تفجير السجن على إيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش 2015 شو مثلت بالنسبة لك؟ كيف استقبلتها؟ يعني في الجانب أول شيء الخبري للموضوع، أنا أشك أنه يعني كل المؤشرات تؤكد أنه ليس السجن الذي كنا فيه هو الذي فجر. الذي فجر هو السجن الهجاني بيسموه. نعم. السجن اللي نقلوا إليه السجناء القضائيين العسكريين. نعم. ويعني سبق أنه أنا تكلمت، وفي هناك من كتب في هذا الموضوع طويلا. معظم المؤشرات تؤكد أنه ليس نفس السجن. نعم. وهذا يحيلنا إلى إشكالية عميقة وكبيرة عن مدى تنسيق الأمني بين النظام وبين قوى داعش. لكن بالمعنى أصابني انكسار الحقيقة. كان أقصى أحلامنا إحنا معتقلي تدمر، وهذا شائع بيننا عندما نتبادل الأحاديث، أن يبقى هذا السجن شاهد ونزوره وأطفالنا وأحفادنا في يوم الأيام، كما يعني لنجعل منه تاريخ الإجرام، نموذج لتاريخ، متحف لتاريخ الإجرام الأسدي. لأنه هذا له علاقة يعني متينة في تشكيل الثقافة المقاومة في المستقبل عند الناس. أن هذا النموذج يجب أن لا يتكرر. فيجب أن يكون له تجسيد فيزيائي. لا تكفي الأفكار المرشوقة بالكتب، مش كل الناس بتقرأ، مش كل الناس بتحفظ، لكن وجود مثلا سجن الباستيل، وجود معسكرات الاعتقال النازية مثلا، منصوبة النصب المحرقة مثلا. نعم. هذا يبعث برسائل صوتية وبصرية بشكل دائم للناس. كنا نحلم أن يكون تدمر كذلك. نعم. لذلك يعني تفجير سجن تدمر خلق خيبة هائلة. تفجير السجن لا يعني أن الأسد سيعجز عن بناء سجون أخرى ويعذب الناس فيها. يعني هو يعذب الناس الآن في المشافي والمدارس. نعم. ولهذا السبب أنت تكتب حتى تقول الأجيال القادمة لا يمكن أن يستمر هذا، ولا يمكن أن نعود إلى هذا. يعني كل من يعمل في أدب السجون والمعتقلات وحقوق الإنسان والمنظومات الأمنية، هذه الرسالة الأولى والأساسية، يعني لنسمع يجب أن لا يتكرر هذا مرة أخرى. لكن ألا تعتقد، ما بعرف يعني أسأل هذا السؤال وأنا عايشت الأسابيع الماضية أقلب في عملك ومقابلاتك وأشياء متفرقة، وأجد ما يتسرب في داخلي من يعني يعرف الإنسان وحشية هذا النظام، لكنه الآن يعيش هذه التفاصيل ويتشربها ويجدد العهد بها وبشمها وبذوقها. كمية جرعة أوفردوز يعني من الألم. صحيح. يعني القارئ والمشاهد للمجزرة السورية، للهول الأسدي، سواء يعني فيما شاهدناه في شوارع الثورة أو في أقبية السجون، فيه فائض ألم. ماذا يفعل بفائض الألم هذا؟ يعني أنت أحيانا لما تروي هذه القصة لآخرين ويشعروا بشيء من معاناتك، هل تعتقد إنه علينا أن نجعل هذا الألم عميقا بما يكفي حتى لا تتجدد المأساة، ولا في طريقة لتصريف هذا الألم في مسارات أخرى؟ يعني الحقيقة دول شطرين مختلفين. في طريقة لتصريف الألم، بكل تأكيد في طريقة لتصريف الألم، وأبسط هي يعني العمل على تقنيات النسيان والإلهاء. ولكن هذا مقصد يعني غير مربح يعني في هذا الميدان. نقل الألم وتعميقه. أنا أتمنى لو أستطيع أن أزيق هذا الألم بالمعنى لأطفال الصغار الآن، ويعيشوا معه ولا ينسوه أبدا. كلياتنا لازم ننتبه لهي المعاناة. هاي المعاناة اللي بيسمعها أو بيعيشها المتلقي لمدة نصف ساعة أو ساعة أو حتى ليلة أو ليلتين، تبني في تكوينه نفور حاد تجاه أي نمط من أنماط التوحش الإنساني أو الظلم. فهذا يعني مثل ما بيسوي اللي بيتدرب كمال أجسام، هو عمليا بيمزق بعض ألياف عضلاته
لتنمو بشكل أكبر ويصبح بطل. تماما. البناء النفسي، البناء الفكري، بناء الإنسان الذي يواجه هذا العالم الظالم يعني يقتضي جملة من الآلام آلام التدريب. فيجب أن لا نجد غضاضة في ذلك. لكن هذه الآلام ترفع السوية الإنسانية والحساسية الأخلاقية بكل تأكيد. طيب خلينا ندخل إلى عالم السجن، إلى سجن تدمر. وأنا حاب ندخل اليوم، أنا بشجع المستمعين إنه يرجعوا لناجي من المقصلة ويشوفوا التفاصيل بأنفسهم، بس أنا حاب ندخل عالم السجن من خلال زوايا قد لا يلتفت إليها كثيرا، وحاب نجرب إن ندخل إلى عالمك النفسي. يعني لن نكون كاميرا خارجية تراقب الذي يحدث في السجن، لا، نشوفه من خلال التفاصيل الدقيقة التي عايشتها. فأنا بدي تحكي لي عن الحواس، لأنه أنا بقرأ مذكراتك لفتني إنه هذه الحواس بصير فيها نوع من الانزياح وبتتغير أدواتها، وفي حواس بتستيقظ وفي حواس في حواس بتنام. شو أكتر حاسة لفتتك في السجن؟ أنت بتدخل وأنت مغمش العينين، لكن مباشرة بتستقبلك الروائح. صحيح. في الدخول الأول للمعتقل، واللي غالبا بيكون لأقبية الأمن، فروع الأمن، نعم، أقبية مظلمة مصمتة، الأصوات ما تخرج منها لخارج البناء، وبالتالي التكثف الصوتي للداخل بيكون حاد جدا جدا، نعم، وغريب غير مألوف. يعني أنت في الحياة العادية يمكن أنت تضيع 40 سنة ما تسمع صوت امرأة تصرخ بفعل الصعق الكهربائي، وممكن تعيش 70 سنة ما تسمع هذا. فأنت لما بتسمعه في البدايات بتسمع شيء منكر مبهم غير مفسر، ما أنك قادر تستوعب. هلأ بعد أيام بالأسئلة والأجوبة بينك وبين رفقائك السجناء بالمعاناة بتصير تفهم فيها. فالحاسة البصرية بتزوي إلى الحدود الدنيا. يعني ممكن نحن مثلا بالشهر الأول في أمن فرع الأمن بنشوف الموجودات مثل ما بتشوف الأشباح في العتمة، ما في ضوء، يعني في ضوء ضعيف جدا في آخر الممر بينشر شوية شعاعات، لكن داخل الزنزانة ما في ضوء أبدا أبدا. لكن شوي شوي بتبدأ بتألفه. فالحاسة اللي بتستيقظ وبتستنفر بشكل حاد هي السمع. وبعد أيام أو أسابيع قليلة بيبدأ السمع بينقل صورة بصرية. يعني أنت بتسمع الصرخة فبتعرف إنه الآن هذا مشبوح على الكرسي الألماني عم بتناول جلد بالكابلات أو بالكرباج. صوت الكرباج بيختلف مثلا. صوت الصرخة اللي بتلقى من يصعق بالكهرباء تختلف كليا عن صوت الصرخة اللي بتميز نوع التعذيب من صوت الصرخات بشكل واضح، ما بده جهد أبدا أبدا، الكل بيميز. يعني الصرخة اللي بتلقى اللي عم نصعق كهربائيا صرخة غير واعية ولا إرادية، بتنطلق بآليات دماغية محضة. نعم. ومن أعمق جوف الإنسان. أما الصرخة اللي بتلقى اللي بتلقى ضربة كرباج أو عصا أو كبل بتخرج من الصدر مباشرة، وبتحمل تأوهات وبتحمل حجم المعاناة. كل هذا الصوت. الجرس مثلا المتكرر، نعرف إنه هذا يعني في جرس غرفة التحقيق، وفي جرس مثلا لمدير السجن بطلب عناصر مشان يحكي معهم. بنميز الجرس بصير برتبط بآلام القدمين، يعني هو بيقرعوا الجرس الكل بيمسك أقدامه من الألم. يا الله. أي لأن هو ارتباط شرطي صار. ارتباط شرطي تماما وبشكل كتير بسيط وواضح. لأنه مثلا أنا خضعت لهي العملية 10 مرات قرع الجرس، أخذوني للتعذيب، جلدوني على رجلي مثلا، كلنا هيك بنمر. بيصير مثل هذا التلازم الشرطي بين الأصوات وبين منعكساتها الألمية. بالضبط. في لسه ارتباطات شرطية شغالة؟ في أصوات أحيانا تستدعي عندك؟ يعني يحصل بندرة شديدة، لكن يحصل. لكن الذي يحصل أكثر هو في الرؤى، في المنامات بيحصل. يعني أنا سألت ما يقارب 70 أو 80 صديق لي من عشنا نفس التجربة وأعمارنا إلى حد ما متقاربة، نحن متباينين بشكل كبير. يعني مثلا أنا بمر فيني كابوس الاعتقال أو التعذيب،
يعني بين 3 أو 4 مرات في السنة. في لي أصدقاء بيمر فيهم تقريبا كل أسبوعين. وهكذا يعني تتفاوت الناس قدر اهتمامه بمتابعة الأمر أو نسيانه، قدر خوفه الشديد من أنه يتكرر هذا الموضوع. في ناس عنده وهم أنه قابل الموضوع يتكرر بكل بساطة. لكن لما كنتوا في السجن شو نوعية الأحلام اللي بيحلم فيها السجين؟ يعني كل اللي بيحكوا بالأحلام بيعرفوا أنه الظمآن بيشوف نهر في منامه. ففي الدرجة الأولى الحقيقة كنا بنشوف يعني الأبواب تفتح. كنا بنشوف بكثرة لقاءنا بالأشخاص الأقرب في العائلة مثلا. يعني مثلا فينا أقول أنا شفت والدتي مثلا في سجن تدمر يمكن 100 مرة مثلا. أيوة. بينما شفت أخي إلي مثلا مرة واحدة. فدرجة القرب إلى دور. منشوف العوالم اللي نحن منعيشها ونفكر فيها ذهنيا. يعني مثلا بتدمر كوننا نحن واقفين على ساحل الموت بشكل يومي على مدار الساعات. فعوالم الآخرة والجنة والحساب هي كمان ترد في الأحلام، لأنه نحن دائما هذا أحد المعاني الطاغية في حياتنا كانت. نعم، يعني الأحلام اللي لها علاقة بالمعاني الإيمانية خليني أقول. نعم. هلأ في جانب الحقيقة لا أملك إلا السرد، ما بملك يعني تفسير له. أنه هناك أحلام لدى قائمة محددة من الأشخاص. مثلا إياد السعودي رحمه الله، أحد أصدقائنا الدمشقيين، كان معنا، يعني الشاب مواليد 62. هذا الشاب إذا حكى منام فسيقع كأنه خبر رسمي. لدرجة أقول مثلا خلال 5 سنوات في تدمر لم يحصل لي مرة واحدة أن أتى الطعام على طون سمك. نعم. سمك تونة. في يوم من الأيام استيقظ إياد وقال اليوم بدنا نتعشى سمك تونة. لم يبقى أحد في المهجع إلا سخر وضحك من هذا الكلام. هيك من لا مكان. شافوا بالمنام. أيوة. المساء إجا لحم سمك تونة، وهي المرة الوحيدة اللي إجا فيها سمك تونة على سجن تدمر. خلال 8 سنوات لم يحدث إلا بهذا اليوم. مثلا في أشخاص بيقولوا اليوم على التعذيب بده يجي الرقيب فواز معه 2 شرطة فقط. هذا 2 شرطة الرحمة معناتها، يعني بالعادة بيجوا 20. فبهاليوم بيجوا 2 شرطة فقط مع الرقيب. وهكذا هذا كان يحصل. يعني كان نحن لذلك عندنا حصة رؤى صباحية كل صباح في نصف ساعة. اللي عندهم رؤى بتبشر الناس أو بتريحها بيقوموا بيحكوها. في أشخاص معروفين إذا حكوا وكنا نلقبهم نقول عنهم هذا مرايته نظيفة. أيوة. أو شاشته نظيفة. أيوة. نعم. لكن يعني معروف أنه عالم الرؤى والأحلام بالنسبة للسجين عموما هي مادة أساسية. هي نفس الشيء عالم الخيال. يعني واضح أنه هي الحواس جزء منها بتعطل وبصير فقير. بالسجن ما في مدى تنظر له. بالضبط. ما في نافذة. بالضبط. مو بس هيك، والمشهد هو يعني هل 200 شخص اللي أنت معهم في المهجع نفس المشهد بتشوفه على مدى 8 سنوات ما بتغير. ساحة التعذيب نفسها. فالمشاهد محدودة كتير. فطبعا ملكة الخيال بتصير عالية وحادة. وأبسط الأشياء، يعني أبسط الأشياء، الحلم مثلا بكأس شاي ساخن، هذا بيصير يعني حلم حقيقي. عرفت شلون؟ مع أنه الآن بالحياة العادية تقول له الواحد بكأس شاي هذا أقل من أن يشار له. نعم. الحواس كيف رجعت استقبلت الحياة؟ معلش تحكي لي قصة المشي اللي مرة جديدة على أرض عشبية أو طينة. يعني أنت تستعجل علي فقرات من الكتاب الثاني الحقيقة. لكن في سنة 91 تم إخلاء سبيل بحدود 2852 معتقل. فجزء كبير من السجن صار فارغ، وبما فيهم عناصر الخدمة اللي احنا بنسميهم بلديات. نعم. اللي بيجيبوا الطعام من خارج البناء للداخل، اللي بيجيبوا سيارات عسكرية. فهداك اليوم اجى المساعد وطلب انه ينزلوا شي 15 شاب يجيبوا، وكان الدنيا صيف والممر عنا نحن بنوصلوا نظيف فبنمشي حفاة. فلما طلب بسرعة ركضنا شي 15 واحد ونزلنا إلى خارج خارج بناء السجن، يعني إلى قسم الحديقة. وقسم الحديقة وأنا بتكلم لك الساعة 7 صباحا
التراب بيكون هيك مخالطه الندى ويعني رطب. فخطينا خطوات في الحديقة لبين ما وصلنا للسيارة اللي فيها البراميل تبع الطعام. فالكل انتبه، أو بالأحرى الكل أصابه قشعريرة. يعني هذا الملمس كان لنا بالسجن تقريبا 12 سنة. 12 سنة في تدمر في إسمنت وإسفلت، وبصيدنايا في بلاط صخ حجري. يعني هذا الملمس الناعم اللي لمسته بواطن أقدامنا من 12 سنة نحن ما زقناه ولا تذكرناه أصلا. فاللي حصل إنه حملنا الطعام ورجعنا، بس كلنا متمثلين لحالة غير قادرين نشرحها أصلا. يعني ودخلنا الجناح وعيوننا تدمع. فأصدقائنا بعد ما دخلنا ركضوا بخوف، يعني إنه ليش عم تبكوا أنتوا؟ فقلنا لهم والله دسنا على الأرض. فصاح أحد الظرفاء قال ليش كنتوا بالقبر مثلا؟ دسنا على تراب الأرض. والحقيقة أنه هذا المشهد تكرر كثيرا بعد الخروج. يعني أول مرة مثلا تفطر مع العائلة، الشاي ساخن، الطعام، البيض طازج كذا. بعد حرمان سنوات طويلة، أي مسألة من مسائل الحياة، يعني الوصول إلى نهر وأن تبلل قدميك بالماء، الوصول إلى البحر، كل هاي المسائل. إلى اليوم أنا لما بركب بحافلة مثلا وبتمشي فيني برات أي مدينة 100 أو 200 كيلومتر، عالم من المتعة الخالصة بالنسبة لي إنه أنا أنظر إلى أفق مفتوح. بعد سنوات طويلة بصري لا يتعدى يعني شعاعه 50 متر. اتذكرت من كلماتك كلمات الشاعر ممدوح عدوان لما كان يوصف يعني هي حيوانة الإنسان، إذا بدنا نقول على أحد عناوين كتبه عن السجن، لما كان يقول حين أرى ما كان اليومية يصير الحلمة. يعني الأشياء اليومية اللي كانت بالنسبة لي يفترض تكون بديهية بتصير نوع من الحلم، وما كان كلاما مألوفا يصبح جرأة منتحر. هذا ما آلت إليه الأحوال. صحيح. هذا الحقيقة يعني إذا أنا بذكر السير على التراب الزراعي، بذكر إلى جانبه يوم تذوقنا الملح. يعني في أهون من الملح على الإنسان. إحنا اكتشفنا ولم نكن نتذكر أو يعني نلاحظ ذلك، لأنه في حمقة التعذيب المستمر والإيقاع اليومي الصاخب والعنيف ما في دقائق تلتقط أنفاسك وتنتبه أنت إيش محروم وإيش مسموح، يعني الغائبات من حياتك، لأنه الدنيا كلها غائبة. لكن في يوم من الأيام صديقنا كنان جوته زيارة بوساطات إماراتية يوما، يعني علاقته مع شركة إماراتية كبيرة كذا، قدر يزور يحصل على 30 دقيقة يشوف ابنه فيها. هو الرجل من حمص. فلما أتى من الزيارة ومعه الأشياء اللي جابها والده، كان في بيناتها عدة أشياء جديدة يعني علينا. لكن الأخطر واللي صرخ فيها صديقنا وائل إنه انتبهوا، في كيس ملح 1 كيلوغرام من الملح معنا بالزيارة. فالكل انتبه، ملح 3 سنوات نحن لم نتذوق ذرة ملح. فيعني بدأت همهمات الناس مع بعضها تحكي إنه نحن ما منتبهين إنه نحن ما بناكل ملح أبدا، اعتدنا على الطعام المسلوق. ففورا صدر الأمر إنه كونوا مجموعات من 6 أشخاص ليسهل التوزيع، لأن ما في إنه يوزعوا 194 شخص حصة متساوية من الملح لكل واحد. فوزعوا لكل 6، وكل 6 كان عندهم كوب بلاستيك عبينا نصفه ماء، يعني تقريبا شيء 300 مليمتر ماء، ووضع ملعقة طعام ملح داخله. ولما أتم التوزيع طبعا بقي عندهم يمكن مثلا 30 جرام أو 20 جرام تركوا للشؤون الطبية مشان يستعملوا كماء مالح لتعقيم الجروح وهذا، وعطى الإذن ببدء الأكل. فكل واحد كان جايب قطعة الخبز نغمس بماء الملح وناكل، وكأنه نحن معزومين على عجل مشوي يعني مثلا وإلى ذلك. فأبسط وأهون الأمور في الدنيا عند الحرمان يصبح لها قيمة عالية جدا جدا. طيب هاي التفاصيل رغم مثل ما بقول أحيانا منسية في عالم السجن، لكن طبعا هي التفاصيل اللي تبدو هينة، هذا الغائب، الأشياء اليومية الغائبة. لكن الشيء الحاضر على طول الوقت هو الألم، هو التعذيب. لا يوجد شيء يوازي التعذيب أبدا. يعني كنا نقول أحيانا متندرين إنه لو يلحموا الأبواب علينا بحيث لا تفتح أبدا،
10 سنوات مم. بس يمررون الطاعة من النافذين، نحن راضين وممتنين له، مم. بس ما يفتحوا الباب على التعذيب. لا شيء يوازي التعذيب في السجن. مم. نعم. أنا بقول إنه الإنسان الحديث اليوم نحن محصنين تقريبا من الألم. يعني ما عندنا نختبر أوجاع جسدية، وعندنا طبعا صيدلية كاملة من المسكنات. صح. يمكن الواحد بيختبر تجربة بسيطة، إنه بيكون ماشي وطرف إصبعه بضرب بالباب، نعم. وبيقعد هاي الدقيقة وهو يعني يعصر نفسه إنه يلا بس الآن سيمر هذا الألم. هي تجربة بسيطة بس بتورجيه شو يعني ألم محض. بالضبط. شو كان يصير يعني بحفلات التعذيب مثل ما بيسموها؟ نعم. شو بفكر يعني اللي واقع تحت ضرب الكرابيج والسياط أو بالدولاب أو كيف تعامل مع شو يعني الألم من الداخل؟ تقدر توصفه ولا هو شيء لا يوصف في الكلمات؟ الحقيقة لا يوصف. يعني أنا عييت وأنا أحاول أن أبحث عن مفردات تقيس حالة الجرعة الألمية وكيف يتحمل الإنسان. الحقيقة يعني الألم هو جملة غير، هي تزاق فقط لا تشرح. وكل إنسان يعني له تجربة مع مستويات متباينة من الألم، لكن هو بيجمل الإطار العام وعدم القدرة على التحمل. إضافة أنه أثناء تلقي الصدمة الألمية أو التعذيب الدماغ بيكون يعني مختصر ومحتجز في نقطة واحدة، يتعلق في نقطة النهاية فقط. متى سينتهي؟ متى سيتوقف هذا التعذيب؟ يمكن أن يتوقف ب10 ثواني وممكن بساعة. والفارق بين الثانية والثانية هو زمن يقاس، وهو زمن بطيء جدا جدا في حالة التعذيب. زمن هذا الانتصار. وهذا ما بيخف مع الأيام؟ أبدا ما بيخف. يعني كان في قصة بتعرف مشهورة بالتراث تبع أحمد بن حنبل لما وضع بالسجن وقال أخشى من فتنة الصوت. فسمع واحد من الشطارين أو العيارين بالسجن وقال له يا إمام إنما هما صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. صحيح هذا الكلام؟ يعني هذا إذا كان يتكلم عن مسألة الغياب عن الوعي. أيوة. هذا بيحصل. يعني إذا أنت تلقيت عدة ضربات قوية على الرأس أو الرقبة يمكن أن تغيب عن الوعي وتتلقى بعدها 100 صوت لا تشعر بهم. لكن هذا قل ما يحدث، ولو حدث عندما يحدث كان فورا ينقذونه منه بجردل من الماء. أيوة. بيصحهم لأن هن بدهم يعاني الألم، بدهم يصرخ. وإذا ما صرخ يعني هي أزمة للجلاد. مرة تحديتوهم مهم هذا المشهد تماما، نوع من انتصار الإرادة. نعم. لا أنسى هذا اليوم الحقيقة. رحمه الله صديقنا بكري فتى نحاس، شاب حلبي كان عمره 18 سنة، بيكبرنا بسنة. يعني كان أكبر واحد في المهجع. كنتوا في مهجع الأحداث؟ في مهجع الأحداث كلكم تحت 18 بالضبط. فهو يبدو بلحظة هيك صفاء خطرت له فكرة أنه نحن يعني نعذب إن أخفضنا رؤوسنا وإن رفعناه. فخلص تعذيب واقع، فخلينا نرفع رؤوسنا أثناء الجري في الساحة وخلينا ما نصرخ، لأنه هو يبدو وصلته الفكرة قبلنا أنه عدم الصراخ كأنك تبعث برسالة إلى الجلاد أنك غير مجدي، أن سعيك لا يصل إلى مكانه. ففعلنا. ودائما القرارات الجامعية الجماعية بتاخد شحن عالي يعني، وبتعطي للإنسان طاقة. يعني لما بكونوا مجموعة كبيرة أخذوا على نفسهم هذا العهد بصير في طاقة المجموعة بترفع من عزم الشخص ومعنوياته. والحقيقة نحن أمضينا أكثر من 15 يوم نجلدهم كما يجلدونا. أيوة. نجلدهم بالصمت. لا يعني دخل في يوم من الأيام ضابط أمن السجن وقال أنتم مين محسبين حالكم؟ نحن هون ألوية منزلهم تحت كنادرنا، أنتم مين يا هالبلاعيص الأولاد الصغار اللي فشعر أنه نحن عم نتحداهم. وصلوا بالأخير لقرار صار يطلعنا على الساحة للتعذيب ويقول لهم للعناصر تموا بتجلدوهم لبين ما يصرخوا، إذا صرخوا تركوهم. وبالتالي كأنه هو عم يستجدينا أنه صرخوا بسرعة وخلصوا من التعذيب وكنا نصبر ولا نصرخ. يعني هذا كان يشكل أزمة كبيرة نوع من الانتصار المعنوي. بالضبط. نعم. أنا أظن هذا الجانب لفتني في كتابتك، لأنه يعني أحيانا ما يسلط الضوء على تجربة الاعتقال فقط من جهة كون المعتقل ضحية، وهو يعني لا شك أنه نعم. إنه هذا وجه صحيح وأكيد، لكن أيضا ويمكن هذا الوجه الذي حافظ على السلامة النفسية لكم بطريقة أو بأخرى، إنه لا هناك مشاهد من الإصرار على الحياة، من المقاومة، من هذا الانتصار المعنوي. يعني لفتتنا قصة الفدائيين
أشخاص بيروحوا مشان ينوبوا عن آخرين في التعذيب، يتحملوا التعذيب نيابة عنهم. هذا الشكل من الإيثار من أين يولد في مثل هذا الجحيم؟ الحقيقة خليني أحكي عن نقطتين يعني هن متقاربات حتى لا أظلم أحد. يعني السجن كان فيه التيار الإسلامي وهو الطاغي، نعم. اللي بيمثل ما يقارب 98%، وكان فيه تيار آخر من اليساريين أو حزب البعث اليميني. الاثنين عندهم مصادر قيم يستمدوا منها الثبات، والإنسان بلجأ لها للمقاومة حتى ما ينهار. نعم. خليني أحكي عن التيار الإسلامي. التيار الإسلامي كنا نرى أنه نحن امتداد لجيل الصحابة. نعم. في مواجهة بطش الكفار. يعني كان نظام الأسد بالنسبة لنا يمثل شكل من أشكال كفار قريش. وكنا نرى أنه نحن ندفع ضريبة الإسلام في هذا البلد. فكان التحمل اللي هو جسر من جسور العبور إلى الشهادة، هذا اللي بيخلي الفدائي يروح يتلقى تعذيب قد يفضي إلى الموت بكل بساطة، لأنه إحساسه أنه هو منتقل، غير فكرة أنه هو كمان فيه خلاص من التعذيب المستمر بالموت. يعني نعم. لكن في حلم الشهادة، هذا حلم كنا نعيشه مثل اللي بيلبس بالصيف نظارة شمسية طول الوقت بيشوف الدنيا عاتمة. طول الوقت احنا نعيش مع المعاني القرآنية. القرآن هو كان خبزنا اليومي. يعني أقل واحد كان فينا بيمضي مع القرآن بين 4 و5 ساعات بين الدرس وبين المراجعة. هاي الحالة الإيمانية العالية وانت أمام الموت. يعني حتى الإنسان العادي الغير متدين لما بتقول له أنت بعد ساعات بدك تموت أو احتمال تموت، بلاقي نفسه فوراً بيلجأ إلى الدعاء، إلى الصلاة، إلى المناجاة. هذا شأن الإنسان الطبيعي. فما بالك إذا كان الزخم الإسلامي حاضر بأصل التكوين في هذا المعتقل. هاي المعاني. يعني نحن عندما كنا نجلد مثلاً كنا نتذكر أننا نحن الآن مثل بلال ابن رباح في صحراء مكة مثلاً، في بطحاء مكة. فهاي المعاني هي يعني باعتقادي هي علة جوهرية من علل البقاء في الوضع السوي. أي وكنا نشعر أنه نحن الناس متفوقين على هدول الرعاع اللي بيقوموا بالتعذيب، الوحوش، هاي الكائنات الغير سوية. يعني هذا الإحساس بالتفوق أيضا كمان بمنح قيمة معززة للصمود والبقاء. وفي وجه هذا الهول معادلة الإيمان كيف كانت تتحرك؟ يعني كان هذه أنت لا شك على حافة الموت بتكون بأشد حالاتك الإيمانية شفافية. صحيح. واستعدادا، وسبق واجهت أنت هذا المشهد. نعم. لكن 8 سنوات ما كان يداهمك نوع من يعني للأمانة حصل هذا مع معظمنا باعتقادي أو مع قسط كبير، بس في مرحلة صيدنايا ومش في مرحلة تدمر. غريب. في مرحلة تدمر صيدنايا اللي كان أقل هولا من تدمر بكثير، لا يقاس أبدا أبدا. في مرحلة الهول في تدمر حقيقة يعني الدماغ لا يملك القدرة على ممارسة الشك. عملية النقد أو الشك بتحتاج إلى مستوى محدد من الشجاعة أو الإقدام عليها، لأنه هي مغامرة بالأخير. هاي حالة التعذيب المستمر والموت الوشيك دائما ما بسمح للدماغ أنه يرتكب فكرة التشكيك، لأنه بأي لحظة أنت ممكن تشك وتموت على أثره، بتموت وأنت يعني بعيد عن الإيمان. فهي المغامرة لا يمتلك العقل. الحقيقة جزء من الضعف الإنساني بيخلي الإنسان ثابت ومتمسك بالإيمان، خاصة أنه في شحن عام. يعني أنت حولك في 200 شخص نفس الإيقاع، الصلاة والقرآن والذكر والأحاديث، كل هالعالم هذا بيواصل عملية الشحن. طيب نرجع للمقارنة بين التجارب الإسلاميين وبين تجارب غيرهم، لأنه التجارب الأخرى هي اللي كتب عنها الكثير. صحيح. يعني معظم من كتب من صفوف اليساريين. نعم. هلأ بالطرف الآخر ما في هذا الهول. صحيح. ما في هذا الهول لأنه حجم التعذيب أقل بكثير. أنا بحكي ما في حجم تعذيب أصلاً يعني. أيوة. باستثناء فترة التحقيق اللي الحقيقة الناس كلها بتتعذب بشكل متقارب. لكن بعدها ما في تعذيب إلا ما ندر. لكن في عناء السجن. يعني لنفترض أنه هن في مهجعهم في تدمر كان فندق 5 نجوم. هو ليس كذلك طبعا. بكفي أنه هن من الصباح إلى المساء أو أحيانا من الصباح إلى الصباح بسمعوا أصوات تعذيب. هذا بحد ذاته متلف للأعصاب. يعني غير أنه هو السجن بحد ذاته
تعذيب مفرط، يعني منع عن الحياة، منع عن العلاقات، عن الفاعلية، يعني هدول الناس بيقرأوا، عندهم قيام وعندهم أفكار وعندهم حتى في تدمر كان متاح لهم القراءة. متاح لهم الزيارات والكتب مثل العادة طبعا. فبيعيشوا كمان مع منظومات قيمية، حتى المتراخي فيها أنا باعتقادي بيحاول يتمسك فيها، لأنه هي أحد عوامل الصمود والمقاومة حتى ما ينهار يعني. وبرجع بقول لك إنه لو كان الإنسان في زنزانة منفردة كان هذا الموضوع بيختل بشكل كبير جدا جدا. قضيت شوية وقت بالزنزانة، قضيت أيام قليلة، لكن يعني عالم الزنزانة عالم مدمر يعني. بعضهم مثلا وصل في مرحلة ما بعد سنوات إنه هو نسي اسمه، لأنه ما في أي كائن بيناديه باسمه، بيناديه برقم الزنزانة، 5 افتح 5 سكر مثلا. بفقد ذاكرته، بيبدأ بعالم الهلوسة والتهيؤات. كارثة عالم المنفرد يعني. الناس اللي أمضوا سنوات الحقيقة وخرجوا أسوياء كانوا يبذلوا طاقات هائلة في عد الحصى وصف العدس يعني حتى يحافظوا على سويتهم العقلية. قلت في شيئين حافظوا على، إذا بدنا نقول، سلامتك النفسية. وانت يوم ما طلعت من تدمر وقفت قلت أنا محمد برو، اسم أبي خالد، اسم أمي مديحة. نعم. اليوم الاثنين بالتالي تأكد من أنك ما زلت نفس الإنسان يعني. نعم. بطريقة أو بأخرى. نعم. لكن قلت في شيئين حافظوا عليك: الإيمان والسخرية. وأنا أحمد لك أنه يعني وإن كنت أنت تكتب كتابة أقرب إلى الكتابة التوثيقية، لكن هذا يبدو جزء من شخصيتك. إنك يعني تخلطها بمسحة من السخرية التي تجعلنا يعني شوي تكسر الهول تبع الواقعية يعني. نعم، أعجبني الحقيقة في يوم الأيام أنه أحد قال أن السخرية هي الملح الذي يجعلنا نستسيغ طعم هذا العالم الرديء. فالحقيقة أنا أؤمن بهذه الفكرة، أنه السخرية هي أداة من أدوات تعزيز البقاء ويعني زيادة القدرة على احتماله. نعم. والحقيقة نحن كسوريين بكل أطيافنا بدون استثناءها نعيش في أجواء من الضغط المرعب يعني. ما بيرحم أحد يعني، لا بيرحم علوي ولا سني ولا مسيحي ولا درزي. الكل يعني يقع تحت رحى الخوف. الكل يمكن أن ينهار عالمه كاملا في رنة هاتف واحدة. تخيل هذا المجتمع 50 سنة من الرعب المكثف وعشرات القصص. يعني هذا النمط اللي عم نعيشه الآن من وباء الكورونا، إنه أي إنسان ممكن يعطس عطسة بالشارع يعدي 20، وأي إنسان ممكن يكون بالشارع ممكن يرجع بيته يكون مصاب. ما في حدا على رأسه مظلة. الشعب السوري عاش حياته كلها بهذا النمط. فصحيح مستوى الهول والخوف والفزع متباين، لكن في الحدود الدنيا المجتمع في آلية من آلياته يعمل كما تعمل الأواني المستطرقة، ولكن ببطء شديد، بهدوء، بدون صخب. فهذا الرعب اللي عايشينه كل الناس في سوريا يعني حالة متميزة الحقيقة. لذلك يعني السخرية باعتقادي أحد الأدوات اللي تنشط في هذا العالم. في عامل ثالث غير الإيمان والسخرية. كونه عمرك 17 سنة يعني بالتصنيف القانوني تعتبر طفل. هذا كان ساهم بطريقة ما في جعلك أكثر قدرة على التكيف، أكثر مرونة، أكثر. شو يعني طفل في تدمر؟ شو المقارنة بين هذا العمر وبين لو إنك دخلت في 30 مثلا؟ يعني في شطر المعاناة داخل السجن خاصة. وسامحني أبو سلام إنه اليوم نحن يعني في جيل ما زال ربما بعضه في السجون يعني من أيام الثورة وكذا يعني. هي التجربة عم تصير تجربة مجتمع يعني. صحيح. الحقيقة أنه في سجن تدمر أصحاب العمر الصغير نالوا الحظ الأوفر من التعذيب، سواء كانوا مختلطين بمهاجعهم أم معزولين. يعني لما كنا بالمهجع مثلا مع الكبار كان ينادى على 3 وظاوز مثلا بمهجعنا. الوظاوز يعني هن التعبير عن دون السن القانوني الصغار. فهدول بياخدوا أول شيء تعذيب لحالهم، بعدين التعذيب ماشي على الكل، لكن بيستثنون هدول بياخدوهم بشكل منفرد. بعدين بيصيحوا مثلا أطول واحد، أقصر واحد، الأصلع، صاحب الشعر الأبرص، كل شيء له خاص. فالصغار السن بيتعذبوا لحالهم وبعدين بيرجعوا بيتعذبوا مع المجموعة مرة أخرى. لما عزلونا في مهجع الأحداث صار مهجع الأحداث متميز في التعذيب عن كل المهاجع.
هلا جزء منه لأنه نحن كنا نبدي مقاومات، كنا نبدي تصرفات مثلا ما فيها حسابات، يعني مستوى من الطيش أو المراهقة بيخليك تفعل أشياء كتير قريبة إلى معنى الشجاعة أو شكلها. بينما كبار السن عندهم معايير وعندهم حسابات وكذا، وهذا بيجعلهم يعني كتير في مقاربة مثلا بين الحكمة والجبن وبين الشجاعة والطيش مثلا. فهذا بالسجن. هلأ في مرحلة متقدمة وقت اللي بصير عندك بقى بصير التعذيب عالم قائم ما بيخف أبدا، لكن بصير فسحة في النفس والدماغ أنك تقيس الأمور بقى وهذا. كنا نرسي للمتزوجين. أيوة. لأنه هو عنده هموم، عنده هم بناته وأولاده، منين بده يأكلوا، منين بده يشربوا، وإيش صار فيهم، مين اعتقل منهم، مين مات. أما أنا فرد ما عندي هم أكله أبدا أبدا. يعني أنا ابن عائلة، هي بتأكل همي مش أنا بأكل همها. بعمري مثلا في السجن ما أكلت هم إنه والدي يا ترى هالشهر بيأمن راتب ولا ما، هذا مش من اهتماماتي ولا اختصاصي. بينما لو كنت أنا أب بدي أفكر بأطفالي، وبدي أقول اليوم مثلا بنتي فلانة صار عمرها 16 سنة، انخطبت، تزوجت، درست. يعني هذا موضوع مقلق، غير التكاليف اللي راح يدفعوها بعدين بعد ما يطلعوا من السجن. وكنا نحن نحسب حساب هذا. يعني في صيدنايا كان في فرصة كبيرة لتخيل ما سيعانيه الزوج بعد ما يرجع لعائلته مثلا. طيب أبو سلام، خلينا نحكي عن ما بعد السجن. بعد ما يطلع المعتقل وانت طلعت على الدرج وقابلت أهلك، ماذا يحصل بعد هذا في كل الزمن الممتد ما بعد لحظة السجن؟ تسميت ذكرياتك ناجٍ من المقصلة. شو اللي بينجو من الإنسان؟ شو اللي بضل هناك؟ الحقيقة يمكن تكون هي إحدى يعني أهم ركائز الكتاب اللي أنا سميته ابتداء الشخص الثاني. أيوة. والحقيقة أنه هذا العنوان مقتبس من قصيدة نازك الملائكي. الشخص الثاني اللي غاب 2 وعاد، لكن الذي ذهب لم يعد. أيوة. الذي عاد هو إنسان آخر بتكوين آخر. فما بالك أنت ب13 سنة مثلا، وخاصة في الشباب اللي دخلوا المعتقل وهم أحداث الأسنان. يعني الإنسان اللي غاب عمره 17 سنة وعمره رجع بعد عمره 30 سنة، هذا كائن مختلف كليا. يعني أعيد تكوينه. والأهل بشكل طبيعي ما في عنا تجربة. نحن الحقيقة يعني أنا واحد من عشرات نطمح أن يكون هناك مدونة سلوك لأهالي الناجين من المعتقل، مثل ما في مدونات سلوك للي بيخرج من عملية استئصال معدة أو استئصال ساق أو شخص معاق أو شخص أصم. في مدونات سلوك طبية بتقول هذا يعامل على النحو التالي. نعم. أيضا المعتقلين لو يعني ضربنا صفحة عن كل التحولات اللي جرت امتداد الزمن هذا اللي طور هذا الإنسان، كان بمرحلة أقرب إلى الطفولة، خرج وهو رجل. نظريا هو خرج رجل عمره 30 أو 35، لكن الحقيقة للأمانة هو خرج عمره يتجاوز 50 سنة بحكم كثافة التجارب والمعاناة اللي انصقل فيها واحترق فيها. فروحه أو تكوينه الذهني يعني اكتهل في هذا السجن. والأهل بشكل طبيعي بينتظروا الشخص الذي ذهب. ما في مخيال، ما في آليات. هلأ بعد هاي التجربة صار عند السوريين مثلا، صار في مثلا إلمام عام غير موثق غير محدد، ممكن ينشغل عليه بالدراما بالكتابة، لكن صار في تجربة. سابقا ما في تجربة. وبالتالي والدي لما استقبلني في ساعة الخروج استقبل نفس ابنه اللي ودعه من 13 سنة. وكل الأهالي الاختلاف في الشكل. يعني احكي لي بتفصيل أكثر شو اللي بيصير، يعني كيف الكيمياء، خاصة أنه اليوم نحن هاي التجربة ليس فقط في سوريا بل يعني في كتير أخطار عربية صار. أتحدث عن مقاربة هي في الحدود الدنيا. هذا نعم. أبسط الأنواع أصلا. يعني مثلا والدي لما خرجت في الساعة الأولى همس بإذن والدتي قال الآن طاب الموت. الله. يعني خلاص كل ما يشتهي في الدنيا حصل الآن، ابنه صار حر. لكن بعد أسابيع بتفاجأ أنه هذا الشاب اللي خرج له تكوين خاص، يعني تخمر في مخامر مختلفة عن حياته.
وبالتالي مثلا أنا آرائي اللي كنت أتداول مع أشقائي بحديث عفوي بدون قصد أي يعني تثبيت معنى أو شيء، أنه هذا البوطي مثلا من وجهة نظري كان هو أحد لاعقي الأحذية لنظام الأسد، المصفوف الأكبر من عالم المشايخ مثلا كانوا في ركاب النظام ويعني مطبلين له يعني. حتى أنه البوطي يعني تقريبا بفترة مؤتمر مدريد، أول مؤتمر السلام بين سوريا وإسرائيل، خرج إلى التلفزيون ونحن سمعناه على الFM بالراديوهات في صيدنايا، كان بيتحدث عن حق الحاكم المسلم في قتل المعارضين الخارجين عليه. وبعد ما أنهى حديثه التفتنا لبعضنا وقلنا خلاص يا شباب، أن يعني أوان الخروج من السجن. هي البوطي قدم لحافظ الأسد صك براءة بدمائنا اللي راحت، وعم أهل الأهالي أنه اللي ما بيجي ابنه الحاكم العادل قتله لأنه خرج على السلطان، وهكذا حصل فعلا. فهذا كان يعني أحد أدوات النظام. فأنت في نقاش عادي بتذكر هذا الكلام. هذه النقاشات هي أنا كنت بدون ما انتبه بهدم أصنام الأقداس تبع والدي، إنه هدول الأشخاص أنت بتحكي عنهم أنا كل تكويني الديني مبني على أساسه إنه هذا. نعم. فيعني في يوم من الأيام صرخ في وجهي قال لي أنت منين جاي؟ مين اللي ما عاجبك بهالبلد ومين ما عاجبك؟ يعني كل شيء مو عاجبك وكذا. فيعني شكلت له أزمة، وهي صعدت الأزمة إلى أكثر من ذروة في حياتي الأولى، يعني في السنة الأولى بيني وبينه. هذا نمط عالي البساطة. طيب مثلا في أصدقاء لنا أيوة. رجعوا لبيوتهم وكانوا هادئين جدا في العودة إلى مقعد الأب. يعني في البداية بركوا على البساط مع أطفالهم. هدول الناس كانوا متزوجين عندهم أطفال، عندهم أولاد، وكانوا مدركين الحقيقة. وهذا حصل يعني في مراجعاتنا داخل السجن مئات المرات. إنه أنا عندما أعود إلى أهلي لن أعود مثلا كرجل متزوج، لن أعود رب العائلة من أول يوم. هذا صعب. خلال هذا الوقت أكيد زوجتي اشتغلت، الزوجة كانت هي تغيرت الأدوار البيت، وكانت هي الأم والأب ل14 سنة مثلا. نعم. فانزياح عن الدور هذا مش عملية بسيطة، هي أقصى من العملية الجراحية، والبعض لن يتقبلها، وهذا ما حصل. فهذا الأب حاول أن يتسلل للعائلة، يجلس على البساط، بعدين يجلس على الأريكة، بعدين يلعب معهم، وبعد سنة وجد نفسه لم يقطع سنتيمتر واحد في الاقتراب من الموقع اللي لازم يرجع له. هو أب الأولاد، يعني هو زوج السيدة اللي بالبيت. فجرت حادثة بسيطة أدت أنه كان الخيار واضح. قالت له هذا البيت أنا فيه الأم والأب من 15 سنة، والحقيقة هي محقة كمان، يعني هي ضحية مثله تماما. فإما بتتكيف مع هالوضع وإما بتنصرف. فانصرف وانشقت العائلة، أو يعني خرج من هاي العائلة، لم تعد عائلته مرة أخرى. وهذا حصل مع كثيرين بأشكال مختلفة. يعني حالات الطلاق التي أعقبت خروج المعتقلين المتزوجين كثيرة، لكن هذا لا ينشر ولا يحكى. وقل ندرى مع أنه ملف مهم. يعني كل الناس تتخيل أنه السجين خرج من السجن، الأهل صار عندهم عرس من الفرح واستمر. نعم استمر، أحيانا لأسبوعين، أحيانا لشهر، أحيانا ل6 أشهر. لكن في حالات كثيرة إما انكسر الرجل وقبل، لأنه كمان يعني أمام مجتمعك، خاصة في المجتمعات واللي هي النسبة الأكبر في سوريا الأقرب للبنية الريفية. نعم. وهذا بالمعنى الإيجابي، يعني البنية الريفية اللي فيها الإنسان صاحب قيمة، اللي فيها المحيط العائلي الكبير له تأثير وله رأي في حياة الناس، ما راح يقبل إنه هي الإنسان انتظرتك 13 أو 14 سنة وطلعت بعد 6 أشهر استبدلتها بامرأة أخرى. قد ما كانت مبرراتك مبرراتها منطقية، هذا يعتبر نوع من الكفر. يعني أنت ناكر للمعروف والتحمل. وهي المرأة الحقيقة يعني كانت فاضلة في صبرها ورعايتها للبيت لكن كمان هذا التشوه اللي أصاب الاثنين معا. يعني ما في بالأخير حكم عادل بهذه المسألة. هم العائلة كلها ضحية بالأخير. نعم. المجتمع كله ضحية. بالضبط. بس أنت من مراقبتك لمصائر، يعني من عرفت في السجن ومن شاهدتهم بعد السجن، شو مدى قدرة الإنسان على أن يتكيف ويعود ويستمر ويستمتع بالحياة ويعمل ويؤسس عائلة؟ إلى أي درجة يبقى؟ أنت تحدثت عن الذاكرة السجنية، الإنسان بضل جزئيا هنيك. نعم. وأيضا الآخرين يستقبلونه باعتباره شخص غريب جاء ليعود إلى موقع لم يألفوه بعد. نعم. شو نسبة النجاح، شو نسبة الفشل، شو العوامل اللي
يعني في الدرجة الأولى الحقيقة الموضوع عائد إلى الطبيعة الشخصية لكل إنسان. مثل المعادن تماما. يعني هناك معادن تحتمل مثلا طن من الوزن على السنتيمتر المربع، في معادن تحتمل 20 كيلو مثلا. والناس هيك الحقيقة بشكل طبيعي بتكوينه، وهذا التباين هذا هائل بين الناس. الناس اللي الحياة الصخب الاجتماعي جزء من تكوينهم الفطري، والناس اللي تكوينهم أقرب إلى الانزواء والتوحد، وبيناتهم الدرجات الكبيرة جدا جدا. هلأ الحقيقة نسبة من أقبلوا على الحياة ونجحوا هي النسبة العظمى. يعني هي النسبة التي ترى بالعين المجردة بدون تدقيق. هلأ من هي النسبة العظمى نسبة كبيرة ومعتبرة كانوا مش ناجحين، كانوا متفوقين جدا. يعني بزوا أقرانهم اللي ما دخلوا السجن، أخوتهم مثلا أو أصدقائهم اللي كانوا معهم بالمدرسة، تقدموا عليهم بأشواط خلال سنة أو سنتين. هلأ في جزء من هذا الموضوع له علاقة بحجم الحماس للحياة اللي راحت والرغبة العميقة في تعويضها، وفي جزء آخر له علاقة بتقدير الآخرين، الناس اللي خارج السجن، خاصة للتيار الإسلامي بالدرجة الأولى. يعني حتى للتيارات الأخرى كمان، يعني الناس تنظر لهم بتقدير عالي، إنه هدول أصحاب مبادئ وأصحاب قيم وجابه السلطة. يعني هذا مش عمل بسيط. فتقدير الناس لهم، وأحيانا التقدير العالي، وأحيانا الرغبة في إنه يمدوا لهم يد المساعدة، ساعد الكثيرين إنه يبدأوا. وحماسهم العالي ورغبتهم بالتعويض ساعدهم إنه يتفوقوا وينجحوا. خاصة اللي خرجوا من السجن لسه ما كانوا منغمسين في يعني ممارسات المدينة اللي بتفتت الإنسان وبتشيئه وبتوزعه بين التفاهات والأشياء. فكان تركيزهم يعني على العمل والنجاح. فقسم كبير منهم. هلأ قسم قليل جدا جدا اللي هو أخذ يعني منحى الإنسان اللي بس بده يعيش، يأمن خبز أولاده ويعيش. هذا يعني جدا قليل هذا القسم. يعني باعتقادي لا يصل إلى 10% ممن أعرفهم، ومن أعرفهم كسر يعني. نعم. طيب، من تجربتك الشخصية حاب نسلط الضوء على سؤال التحولات، ومرة تانية بحكم أنك إضافة لمعايشتك الشخصية ومعرفتك الشخصية في هي القراءة الواسعة، لأنك تعرف أنه في فرضية دائما أنه السجن يدفع الناس نحو مزيد من الراديكالية، نحو مزيد من التصلب والصلابة. نعم. إلى أي درجة هذا الشيء صحيح في تجربتك؟ يعني نحن في مصر السادات قالوا طلع جماعة شكري مصطفى على إثر سجون عبد الناصر، واليوم في حالة السجن أصبح مفردة أساسية في الحياة السياسية العربية. فنحن عم نحكي عن ظاهرة ممكن من خلال نشوف المستقبل ماذا سيحصل مع أجيال السجناء الذين سيخرجون من المعتقلات في السنوات القادمة. أنت بتجربتك كيف بتشوف عملية الأفكار والنقاش الفكري؟ إلى أين يأخذ في كل النقاشات الغنية اللي خطوها داخل السجن؟ يعني دعني أتكلم عن نقطتين، ذكرني بالثانية إذا نسيتها. أوكي. الثانية لها علاقة بطبيعة سجن صيدنايا وحواراته. الأولى الحقيقة أنه هذا الكلام اللي حكيناه عن جماعة شكري مصطفى وسجون عبد الناصر والسادات، هذا في مستوى معين من القمع والتعذيب. واللي هو الحقيقة بعد ما عايشنا تجربتنا مع نظام الأسد، يعني هو لا يرتقي إلى مستوى لعب الأطفال. ما جرى في سجون عبد الناصر والسادات لا يصل إلى مستوى لعب الأطفال دون ذلك. فهذا النمط المصري اللي حكينا عنه بيخلق هاي الحالة، بيخلق حالة رد الفعل، تمركز وتفاعل الكراهية تجاه هذا النظام الظالم كذا. اللي حصل في نظام الأسد، وهذا باعتقادي أنه هو أفاد من التجربة الروسية بشكل هائل. أيوة. أنه في مزيد من التحطيم والقسوة على الإنسان، تصل إلى درجة أنك تسحق قدرته على رد الفعل حتى ذهنيا. ويصبح بالأخير كما يرتضي العبد العبودية. وهذا الحقيقة مدروس كثيرا في علم النفس. يعني إنه حتى في المنظمات المافيات والكذا، في مزيد من الخوف والتهديد والقتل والتعذيب، بينسحق الإنسان وما بعود عنده قدرة حتى يمارس كراهية تجاه ظالمه. أيوة. وحافظ الأسد هيك عمل في المجتمع السوري كلا. في سجن تدمر كان النمط مكثفا. حجم التعذيب والقهر اللي مورس في تدمر قتل أي إمكانية لرد الفعل. حتى لما خرجت، أنا كنت أحكي لصديقي نهاد سيريس،
كنت أتبنى نظرية اسمها النظرية النابضية، وأحمد الله أنها يعني طلعت خاطئة بالأخير. أنه أنت لو جبت نابض وطبقت عليه وزن معين في زمن طويل بترهل، أما لو طبقت عليه وزن عالي جدا، مثلا وزن 5 طن مثلا، بتحول لسلك، بتحول لصفيحة، وبفقد خاصيته اللي هي مختصرة برد الفعل. نعم. النابض برد فعل فقط، فيتحول لصفيحة. وكان رأيي أن المجتمع السوري وصل إلى مستوى التصفح، هو لا يملك أي قدرة على رد الفعل تجاه عسف النظام. لكن ظهرت الثورة. لكن الحقيقة الحمد لله أن الثورة أتت وأظهرت أنه هذا الشعب مثل بذرة القمح، ما أن يتشمم رائحة الماء حتى ينتج وينبت. لكن على المستوى النفسي الفردي صحيح هذه النظرية؟ أيضا لا صحيح. نظرية النابض أبدا ما هي صحيحة. بدليل أنه المئات مننا نحن المعتقلين، المئات عند الصرخة الأولى كان يعني لابس كل عتاده وزج بأولاده. يعني أنا إلي عشرات الأصدقاء فقدوا أولادهم بالثورة. يا الله. وهن ما وفروا، رغم أنه يعرف التكلفة، يعرف تماما، لكن الحلم بالحرية أعلى بكثير، أعلى من المنطق. يعني إحنا لو جلسنا على الطاولة ودرسنا قواعد المنطق في الحراك السوري سندرك بدون أي يعني التباس أنه هذا لن يفضي إلا إلى الدمار. هذا النظام مدعوم دوليا بتقر بشكل فظيع. يعني سيبك من كل اللي يقال في الإعلام، هذا رغاء ليس له أي معنى. الوقائع تؤكد أنه هذا النظام لم يترنح، كل أعمدة الدعم يعني تقف في ظهره. وهذا ما كان سر الحقيقة. يعني لو بركنا مثلا بسنة 2011 أو 2010 ودرسنا على الطاولة، وهذا كان رأيي أنا لما سألني شقيقي، قال لي بعد ما الثورة يعني الحراك في تونس نعم أسقط زين العابدين، قال لي بسوريا، قلت له ولا ب50 سنة. هيك كان رأيي بكل بساطة. لكن مع ذلك لما بدأت الاحتجاجات، لكن لما بدأت الحلم أقوى من المنطق. لذلك كلياتنا بكليتنا يعني بدون أدنى تردد كنا قلبا وقالبا مع اتجاه الثورة. نعم، حتى بالمعنى الأخلاقي ما كان عنا قدرة ولا للحظة أن نفكر أنه أن يمشي أو أن يمضي يعني موكب الثورة للأمام ونكون متأخرين. اليوم كيف تنظر للأمور وفق نظرية النابض؟ يعني بين بدايات تدمر وبين حالة الثمانينات حوالي 40 سنة أو 30 سنة لبداية. لا، نظرية النابض الآن أشد سقوطا. يعني الحقيقة أنه ما دعا إلى الثورة السورية تضاعف 10 مرات الآن. ولا يمكن إدخال هذا المارد إلى القمقم بأي حال من الأحوال. يمكن أن يبقى الوضع في سوريا مضطرب 20 سنة، لكن لا يمكن أن تعود سوريا الخنوع مرة أخرى أبدا. ما كنا نملكه في النفوس على الأقل عند قيام الثورة بال2011 نملك الآن 100 ضعفه. الضعف دافع، الدافع والحماس. نعم. لكن منيئين بالخيبات، يعني بالخيبات الداخلية والخارجية. يعني يعني نستطيع أن نفهم. يعني حافظ الأسد أخصى المجتمع السوري من إمكانية وجود معارضة وكذا. لذلك الحقيقة نحن لا نملك الآن كتلة معارضة. عندنا مؤسسات هشة وفارغة ومليئة بالفساد ومتعفنة وليس لها من حل. يعني أنا اليوم كنت بكتب في هذا الموضوع وتفاجأت أنه ما قدر القلم يبحثني عن ثغرة أنه كيان من كيانات الثورة يمكن أن يرمم ويعاد إصلاحه. أبدا، صفر الاحتمال. ونشوء كيان آخر في منتهى المشقة الآن. لكن برجع بقول أنه الحالة العامة الناس يعني في نبتة كانت ميتة والآن تنمو في ضمائر الناس. كل الناس بدها تغيير بأي شكل. جزء الناس ما عندها أدوات الآن، لكن مبررات الانفجار اللي حصل في سوريا الآن تضاعف عدة مرات. لذلك لا يمكن العودة إلى الوراء. الله كبير أبو سلام. الله كبير. سعيد جدا باللقاء. شكرا لك. تسلم. الله يعطيك العافية. أهلا.